نفى المنتخب الوطني ما تردد عن طلب حسام حسن إلغاء بطولة الدوري من أجل الاستعداد لكأس العالم، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، فيما استقرت رابطة الأندية على إنهاء بطولة الدوري يوم 23 مايو المقبل بسبب تحضيرات المنتخب للمونديال. حسين الشحات أكد لبعض المقربين منه رغبته في تمديد عقده مع الأهلي، مشدداً على أن الأولوية بالنسبة له هي الاستمرار داخل النادي رغم تلقيه عروضاً مغرية للرحيل. الجهاز البدني للأهلي قرر تخفيف الأحمال التدريبية لعدد من اللاعبين، أبرزهم مروان عطية وديانج ومحمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومروان عثمان، خوفاً من تعرضهم لإصابات خلال الفترة المقبلة. إبراهيم عادل ينتظر قرار المدير الفني بالعودة للتواجد مع الفريق الأول مجدداً، خاصة في ظل المخاوف من إصابات بعض لاعبي خط الوسط. تألق كريم فؤاد في التقسيمات التدريبية الأخيرة، جعله من الأوراق المهمة التي يعول عليها الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة القادمة. ياستروب ينتظر عودة إمام عاشور للتدريبات وتقديم اعتذار عما بدر منه خلال الفترة الماضية قبل إعادة دمجه في الفريق، مع تأكيد الجهاز الفني أنه لا يوجد لاعب أكبر من مصلحة الفريق. جماهير الأهلي تترقب الظهور الأول لمحمود كهربا أمام بيراميدز، وتأمل في مساهمته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة. الإعلامي محمد شابانة انتقد مسؤولي الأهلي بسبب التفريط في أحمد عبد القادر، مؤكداً أن الفريق يعاني حالياً من نقص في بعض المراكز بعد إصابات عدد من اللاعبين، كما أشار إلى أن الأهلي لم ينجح في تعويض رحيل بعض العناصر الدفاعية المهمة. الأهلي توصل لاتفاق نهائي على إعارة اللاعب الشاب بلال عطية إلى نادي ريال ريسينج الإسباني، مع بدء صياغة العقود تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة. بعض مسؤولي الأهلي يحملون أسامة هلال مسؤولية أزمة يوسف بالعمري بسبب تمسكه بالتعاقد مع مدافع أجنبي بدلاً من اللاعب المغربي قبل تدخل عبد الحفيظ لإتمام الصفقة. الشركة المنتجة لبرنامج رامز جلال نفت تصوير إمام عاشور أي حلقة خلال تواجده في السعودية، مؤكدة أن المشاركين من لاعبي الأهلي هذا الموسم هم زيزو ومروان عطية وياسر إبراهيم فقط. نادي نورشلاند الدنماركي يواصل تجهيز إبراهيم عادل فنياً وبدنياً لخوض منافسات السوبر الدنماركي، وسط آمال باستمرار تطور اللاعب ونجاح تجربته الأوروبية. حسام حسن طلب من جهازه المعاون إعداد تقارير دورية عن عمر خضر لاعب أستون فيلا لتقييم إمكانية ضمه للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة. معتز البطاوي أكد رفض نادي سيراميكا إقامة مباراة الفريق أمام الزمالك في بطولة الكأس بحضور الجماهير. نادي توتنهام يدرس التعاقد مع كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان مقابل 48 مليون جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. مصطفى أبو الذهب انتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد، مشيرا إلى أن اللاعب لم يقدم مستوى يؤهله للانضمام للفريق الأحمر. عفت نصار انتقد أداء الأهلي مع المدرب ياستروب، مؤكدا أن الفريق لم يستغل إمكانياته بالشكل المطلوب ويعاني من أخطاء دفاعية واضحة رغم تعادله في عدة مباريات مؤخرا. أحمد عيد عبد الملك أكد أن إمام عاشور من أفضل لاعبي مصر وإفريقيا فنيا، لكنه يحتاج للالتزام والتركيز خارج الملعب للحفاظ على مستواه، مشيرا إلى أن الأهلي لن يتسامح مع أي أخطاء انضباطية مستقبلا. عبد الملك أوضح أن محمد الشناوي ما زال الحارس الأول للمنتخب، لكن تألق مصطفى شوبير يزيد من المنافسة على مركز الحراسة في الأهلي والمنتخب. عمرو الحديدي أكد أن مروان عثمان مهاجم جيد ويحتاج للوقت لإثبات نفسه، مشيرا إلى ضرورة تمسك يوسف بالعمري بالفرص التي يحصل عليها، كما أكد أن المنافسة على لقب الدوري صعبة وأن فرص تتويج الأهلي لا تتجاوز 50% في ظل المشكلات الدفاعية.
تقارير فنية أكدت أن الأهلي يعاني من أخطاء دفاعية واضحة قد تؤثر على حظوظه في البطولات المحلية والإفريقية، مع الإشارة إلى ضرورة تجهيز بدائل دفاعية بسبب تكرار إصابات بعض اللاعبين. كما تم التأكيد على أن ياسين مرعي مدافع مميز، لكنه يحتاج لتطوير التمركز والخروج بالكرة.